حسام عبد المجيد يا جماعه يتمرد على نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي عمله، اللي نظفه، اللي طلعه من الناشئين ما كانش حد يعرفه، اللي صبر على اخطائه كتير، خسرتنا ماتشات، وفي الاخر محدش بيشكر، محدش بيفتكر ده. طيب حسام عبد المجيد يا جماعه عايز يحترف. طبعا ده الكلام اللي بيقولوه في الاعلام، وان الزمالك ما ينفعش يقف في طريقه مع ان هو رايح الاهلي. بس عادي والله العظيم يغور في داهيه، اقسم بالله ما فارق معايا ان هو يروح الاهلي ولا لا. بس اهم حاجه قبل ما يروح الاهلي او اي نادي تاني لازم نعمل الحاجات اللي انا هقولها دي. طيب ايه هي؟ اولا لازم جلسه من مجلس الاداره معاه بعد ماتش الكاس على طول. احنا كده يبقى الموسم بتاعنا خلص. طيب ايه الجلسه بقى؟ يقولوا فيها كل مطالب الاداره، كل الحاجات اللي احنا عايزينها، من اول سعر لحد عدد السنوات بتاعه التجديد. والله هو مرضيش هيعملوا اللي انا بقوله بقى ده، اللي هو ايه؟ لو انت عايز تحترف هات لي عقد احتراف حلو يرضيني انا كنادي بسعر حلو. كمان لازم احط في عقده يعني نسبه اعاده بيع حلو ولا تقل عن 20%. طيب ايه كمان؟ طيب اولا هو بقى مرضيش او معرفش يجيب العقد ده بالسعر اللي يرضيني انا، اعمل ايه؟ ومرضيش يجدد. انا بقى كنادي المفروض اجمده، مش عشان انا بطله كوره، ما يفرقش معايا اصلا ببصله. بس هي الفكره في حاجه، ان انا مش هقعد اجهزك لحد ما تمشي وتسيبني واحتاس من بعدك. زي موضوع زيزو فضل مثبت نادي الزمالك ويقول له اصل انا هجدد لكم، فما جبناش البديل لحد ما احنا دلوقتي احنا ما عندناش جناح يمين. تخيل نادي بحجم نادي الزمالك ما عندوش جناح يمين بيلعب في الملعب، احنا في كارثه. فمش طبيعي ان انا اجهزك. لا حبيبي، انت تتركن كده عشان اجيب واحد مكانك ماشي يغلط ويتعلم، فاهمني؟ بس انا مش عايزه ابطلك كوره، مش فارق معايا اصلا، والله العظيم ما فارق معايا. يعني انا بالنسبه لي مش زعلانه على حسام اساسا، مش من اللعيبه اللي انا ازعل عليها، تمام؟ فاهم حاجه بس الاداره تبقى واعيه وفاهمه هي بتعمل ايه، عشان اللي ما بيتعلمش من غلطته بيبقى فاشل وغبي. حلو. فانا مش عايزه الاداره بتاعتنا تبقى اداره كفته، نفسي نتعلم من اخطائنا. يعني انا مش مشكلتي ان انتوا بتغلطوا، انا مشكلتي ان انتوا بتداروا على الغلط ومش بتتعلموا من الغلط. هي دي مشكلتي الحقيقيه. انا كده عملت اللي عليا، ودي وجهه نظري في الموضوع، واتمنى ان مجلس الاداره يعمل اللي انا بقوله.